هنشوف مع بعض النهاردة مفضلات شهر 6، الحاجات اللي كنت بستخدمها طول الشهر وعجبتني. وكمان المرة دي أنا مزودة حتة كده هوت منتجات استخدمتها وما عجبتنيش، بس دولت قليلين، دولت بس 3 منتجات وهتلاقيهم في آخر الفيديو. هيبقى معايا النهارده برفيوم وباليت اي شادو وحاجات تانية للميك اب وبرودكت للشعر، وبعد كده الثلاث منتجات اللي انا ما عجبونيش. لو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب اهلا بيكي، انا اسمي نورة، مصريه عايشه في كاليفورنيا، وانتي بتتفرجي على بيوتي باي ان. لو انتي بتحبي النوعيه ديت من الفيديوهات ما تنسيش تعملي لايك تحت الفيديو عشان اعرف انه ده محتوى popular بالنسبه لكم، وكمان شرفيني بالاشتراك وسيبي لي كومنت لو عندك اي سؤال عن اي برودكت انا اتكلمت عنه. نتكلم اول حاجه على البارفان يا بنات اللي كنت بستخدمها طول الشهر دوت، هي ميار من لطافه. بصوا البارفان دي حلوه حلاوه ورقيقه بشكل، النوتس بتاعتها راسبيري وفيها جاسمين خفيف قوي، وفيها طبعا ليتشي واضحه جدا، وفيها ورد كمان، ورد البلدي تقدري قوي تشميه فيها، وفيها فانيلا خفيفة خالص، وفيها مسك خفيف خالص. فالتوليفة دي على بعضها مدية ريحة فروتي على وردي على سويتنس، بس في نفس الوقت فيها مرارة شوية. بصوا جميلة جميلة، كنت بستخدمها كل يوم الصبح في الشغل وفي أي مشوار بطلع كنت بستخدمها، ممتازة جدا بصراحة، عطور لطافة. يعني ان شاء الله انا مرتبة ان انا هعمل لكم فيديو على كل البارفانات اللي عندي من لطافة، وقد ايه انا فعلا بستمتع بكل بارفان منهم، لان كل واحدة ليها شخصية مختلفة خالص عن التانية، وكلهم الكواليتي تحفة، الثبات بتاعها حلو قوي. اللي حبيته فيها الشهر دوت انه هي مناسبة قوي للصيف، وفي نفس الوقت ما هياش حاجه مش بارفان عيالي، فاهميني؟ يعني في بارفانات كده تحسي ايه، ترشيها تقولي لا دي عامله زي ما تكون حاجه للتينز. لا، ده بارفان لست يعني ناضجه، واثقه من نفسها، بتشتغل، ممكن تكون ماسكه بوزيشن وداخله مكان بتقول انا موجوده، انا راقيه، انا كلاسي، بس في نفس الوقت انا بهتم بنفسي. ده البارفان بتاعها. بنات انا كنت بصور الجزء بتاع الاي شادو باليت، وبعدين اكتشفت انه مفيش ولا حاجه اتسجلت منه، فهقول لكم سريع جدا. الاي شادو باليت هي ديت من ريفولوشن، واسمها The Enchanted Icon، وبيجي فيها درجتين كده هوت كريم، تقدري تستخدمي لوحدهم، تقدري تستخدميهم كبرايمر تحت الاي شادو او كبيس، وبيجي فيها درجات ايريدسنس زي ما انتم شايفين كده هوت، لمعتها خرافيه حلوه جدا، وفيها كمان درجتين شimmer زي دولت، وفيها الباقي 4 درجات مات. والباليت دي متميزه قوي 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 في انه الدرجات بتاعتها كلها زي ما انتم شايفين جايه على روز وبيج وبني، والبنيات اللي فيها كلها بنيات باردة، بنيات كول، فمع اليوم لما بتحطيها مع روزات بتقلب شوية كده هوت على روز، ظريفة جدا. دي الباليت اللي انا مستخدمها النهاردة على عينيا، وبس ده اللي انا كنت سجلته، وللأسف الكاميرا ما لقطتوش. عارفين احنا طبعا بدأت الدنيا تحرر شهر 6، وهنا تكساس بتبقى نار يعني في شهر 6 بتبقى بداية جهنم جهنم بيكمل بعد كده لحد شهر 8 لحد شهر 9 عندنا، بس شهر 6 ده بداية الحر. ف دايما بحب ان انا اغير الميك اب بتاعي لحاجات مستحضرات يعني تنفع انه تفضل على وشي طول اليوم في الجو الحر، ما تبقاش بتعمل حاجات غريبة على الوش. فمن اهم الحاجات ديت الباودر طبعا، عشان اقدر اثبت بيها الميك اب. والشهر دوت استخدمت 3 باودرز، والثلاثه مختلفين خالص عن بعض، وهقول لكم رأيي فيهم ايه. اول حاجة استخدمتها هي ديت من وات ان وايلد، ودي بصراحة انا بقالي شوية بستخدمها. الباودر دي يا بنات مهما قلت عليها بجد حلوة جدا. هي بصوا لو انتوا شايفين يعني خلاص هي قربت تخلص خالص، باقي لي بس فيها ده، لونها من جوه روز فاتح خالص، وبتنور تحت العين
بس مش بس بقى الفكرة بتاعتها ان هي بتنور، لكن كمان بتنعم الشكل بطريقة مش ممكن. يعني انا بلبس نظارة في الشغل، ودايما ببقى عايلة هم لما اجي البس النظارة وبعدين اقلعها يبقى عندي العلامتين بتوع المخدات بتاعت النظارة هنا اهوت. الباودر دي هي الباودر الوحيدة اللي مش بقلق معاها من الحركة دي. فهايلة في التثبيت، ممتازة في اللون اللي بتديه الإشراقة اللي بتديها تحت العين ممتازة، في الملمس بتاعها النعومة ممتازة، وسعرها قليل جدا. يعني يمكن دي أرخص باودر دراج ستور، يمكن اسنس الوحيدة الأرخص منها دلوقتي. وات اند وايلد طبعا معروف حاجتهم كلها افوردبل. الباودر الثانيه اللي استخدمتها وبرده حلوه قوي 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 وكانت اكتشاف، يعني هي اسمها لوكيت من كيت فون دي. ده شكلها، دي ميني، وهي باودر من جوه لونها باج مبيض، وهي ترانسلوسنت يعني شفافه ما بتديش لون، ولكن بتدي فعلا نعومه شديده جدا للبشره، بتثبت الميك اب حلوه قوي قوي قوي، والشكل مش بيبقى باودري في الاخر. ودي تركايه مهمه قوي. انتوا عارفين احنا يعني جماعه فوق ال40 اجمعوا معايا، علشان احنا المساله دي بتؤرقنا. انا مش عايزه احط باودر يعمل لي وشي زي جبس ويبقى زي ما اكون طالعه شبح. عايزين حاجه تبقى بتنعم الوش وتدي جلو حلو وتدي تثبيت ميك اب، بس من غير ما تبقى باودري. فدي هايله 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 رائعه. طبعا هي هاي اند، لكن لو هي في البادجت بتاعتك تستاهل. هاجي بقى على باودر اسمعوني. اوكي للاخر فيها. هي الباودر ديت من اي ام ميمي، ده براند كوري. ده اسمه عشان لو حد عايز ياخد سكرين شوت. واسمها تون اب باكت. فكره الباودر دي ان هي باودر لونها بيجي على بيتش شويه، يعني مدي على بيتش فاتح قوي قوي، وفيها لما تبصي من جوه فيها سنه لمعه لؤلؤي بس مش جامده قوي، يعني ما هياش هايلايتر، لكن فيها كده ايه ضي بسيط. اوكي. المشكله بقى في الباودر دي، انا لما جبتها في الاول استخدمتها في الشتاء هي ممتازه جدا رائعه رائعه، لكن لما استخدمتها في الصيف بصراحه لا، بعد ساعتين 3 من ما انا استخدمتها لاقيه انه في لمعه. وانه طبعا في الصيف انتوا عارفين التي زون، البشره المختلطه بتفرز دهون كتير، فبتلاقي في لمعه. فلا ما حبيتهاش الشهر ده. فدي من المنتجات اللي هي الشهر ده انا ما حبيتهاش، لكن هرجع استخدمها تاني باذن الله لما الدنيا برد شويه. الشهر دوت جبت هايلايتر 1000، وجبت الدرجه اللي هي افتح واحده فيه، اسمه سوفت بيرل ايرا. وده شكله من بره. طبعا هم بيحاولوا ان هم يعملوا بديل ارخص لرير بيوتي، ويا بنات خطير وقد نجحوا يعني. عايزين يعملوها وعملوها خطير. بصوا ده الهايلايت اللي انا مستخدماه النهارده، وحطها على فكره من الصبح، احنا دلوقتي بالليل، احنا دلوقتي يمكن 7-8 بالليل. بصوا، و I did not touch up، يعني ده كده من الصبح. اوكي خطير يا بنات، حلو حلاوه، ناعم جدا. لما تيجي تعمليه كده بصوا مفيش جليتر، هو لمعه وكانه وات لوك وات، بس مفيش جليتر، مفيش حاجه مش شيك، بالعكس لمعته شيك جدا جدا في منتهى الجمال. وعندهم هم درجات كتيره قوي، عندهم بتاع 6 درجات ولا كده، وفي منها حاجات على روز، وفي منها حاجات على باج، وفي حاجات منها على ذهبي. فايا كان لون بشرتك هتلاقي اللون المخصوص المظبوط بتاعك اللي هيديلك الجلو الحلو ده. بصراحه هايل. و كماله بقى على حاجات الخدود، عايزه اقول لكم الريفيو بتاعي على البلاشر ده. انتوا فاكرين انا كنت عملت شورت اول لما جبته، وقلت لكم هجربه وهقول لكم ايه الاخبار. جميل يا بنات، جميل. انا استخدمته طول الشهر، يعني كل يوم اقول ايه
انا مطلعه 3 بلاشرات عشان استخدمهم، فواحد على خوخي شويه وواحد على محمر السنه ودوت اللي هو على روزات وموفات. اوكي، فايه كل يوم اقول لا انا امبارح استخدمت الروز، طب هستخدم النهارده البيتش. اوكي، مفيش ابص كده البيتش وبعدين ابص لدي اقول لا هستخدم ده. استخدمته تقريبا كل يوم الشهر دوت. حلو يا بنات، الباليت دي بصراحه جميله جدا. انا جبتها من امازون وهي من ورا مش مكتوب عليها، مش مكتوب عليها ميد ان ايه. هي كانت جايه في علبه كرتون وانا تخلصت طبعا من العلبه الكرتون، بس انا اعتقد انه ده يمكن تشاينيز يعني، لان هي ما كانتش غاليه. اسمها فاموتي او فاموتاي معرفش. 4 الوان زي ما انتم شايفين، في منها الموف شويه واتنين جايين على روز. يا اما بحط لون واحد على على الخدود، يا اما بعمل ميكس لونين مع بعض او 3 الوان او 4 الوان مع بعض. بيبقى هايل يا جماعه، بيبقى حلو جدا بصراحه. يعني حلال فيها كل سنت دفعته، حلو وبتفضل طول اليوم. وهي فيها باودري سنه، يعني بتيجي سنه ممكن تعمل فول اوت، لكن على الخدود بتبقى ثابته. فانا بصراحه دي عجبتني جدا. طبعا مش ممكن اعمل فيديو فيفورت وما اتكلمش عن ليبستيك عجبني، مش ممكن يعني. واحنا الشهر دوت في شهر 6 ما شاء الله يعني عملنا كل يوم لون جديد من المجموعه بتاعت كولر بوب، فاخترت منها اكتر لون عجبني. والحقيقه اللون دوت انا استخدمته معظم ايام الشهر. خطير، حلو يا بنات. اللون حلو، بيمشي على اي نوع، اي لون لبس هتلبسيه هيمشي عليه. بيمشي مع اي بلاشر، اي اي شادو. بصوا اللون في منتهى الجمال. وبعدين الخامه بتاعته الفورمولا واكسي، فبتقعد على الشفايف، الشفايف تمتص شويه منها واللون بيفضل وهو مات تماما. فجميل جمال بجد. لو هتجيبي لون واحد من المجموعة كلها اللي كنت بعرضها كل يوم في شورت فيديو، هاتي اللون دوت اللي هو افتر شوك. طبعا لازم اوريلكم اللون بتاعه عامل ازاي. وعلى فكرة ده اللي انا حاطاه ادي، بس انا حاطه عليه جلاس يعني، هو وهو محطوط على الشفايف بيبقى مات خالص كده. هوت انا حاطه جلاس. بصوا الدرجة خطيرة. كول بيري، مش بقى بينك، لا كول بيري. خطير خطير، حلو قوي 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 بجد، تحفه. لو هتجيبي واحد هاتي ده. هتكلم بعد كده بقى بشكل سريع جدا على منتج سريع جدا وهو الاقلام بتاعه الاي شادو ديت من لوريال، اسمه لو شادو. انا عندي منها لونين. اللون دوت اللي هو بيجي لون لؤلؤي كده اهو شويه، واللون التاني لون مات بني. هوريلكم الالوان دلوقتي حالا على ايدي. ادي اللونين، فده البيرل وده البني. ولو عايزين الدرجات بالظبط قولوا لي، هحطها لكم في الكومنتات. حلوه قوي، حلوين جدا. عاوزه اتكلم بقى على البرودكت بتاع الشعر اللي انا اخترته لكم الشهر دوت عشان اتكلم عليه، وهو السبراي دوت من لوريال ايفر بيور، مجموعه ايفر بيور، و اسمه مويستشر 21 in 1 سبراي. يعني هو المفروض ان هو سبراي منتج واحد بيديكي 21 بنفيت للشعر، 21 فايده للشعر. اوكي، هحاول اقراهم لكم بسرعه عشان ما نطولش، لكن هو المفروض اللي مكتوب عليه بالظبط يعني ان هو بيغذي الشعر، بيفك تشابك الشعر، بيدي حمايه من الحراره لحد 450 درجه فرنهايت، يعني حوالي 200 سلسيوس. بيقلل التكسر من خلال ان هو بيقوي الشعرايه وبيرطب الشعر وبيسيل الكيوتيكل
بيقلل ظهور الاطراف المقصفه. يعني هما طبعا كاتبين حاجات كتير قوي، مش عايزه اقرا لكم كله، لكن ومكتوب ان هو طبعا كنترول فريز بيتحكم في الهيشان. اللي عاوزه اقوله لكم انه انا كنت فيري سكeptical قبل ما اشتري البرودكت دوت، لان انا سمعت عليه مدح كويس، بس قلت يعني ايه ممكن يبقى اعلانات مش عارف ايه، بس انا بوجه عام انا بحب حاجات لوريال بتاعت الشعر، فقلت لا طب اجربه. طبعا هو انا مستخدمه فيه لحد كده هوت، يعني تقريبا تلت العبوه كلها. هو حجمه 200 مللي. وعاوزه اقول لكم اكتر حاجه انا شفتها منه، يعني النهارده انا مستخدماه مثلا وطبعا عامله سشوار. اكتر حاجه انا شفتها منه اولا ان هو فعلا بيقلل الهيشان. ثانيا الشعر بيبقى مترطب. يعني انا اول مره احط حاجه بعد الشاور على شعري واحس انه لا فعلا ايه ده، شعري فعلا مش ناشف، مش دهني، مش محطوط عليه زيت فالزيت هو اللي مطريه، ولا كريم فالكريم هو اللي مطريه. لا، هو الشعر زي ما هو كده، هو زي ما يكون بطبيعته، بس هو مترطب. عشان كده انا مصدقه لما بيقولوا ان هو بيسيل الكيوتيكل. اتكلم بقى على المنتجات اللي زعلتني، اوكي؟ انا قلت لكم ان في 3 في اول الفيديو، وكان منها دوت، وده يعني انا قلت لكم عليه نص نص نص، قلت لكم رايي فيه، اوكي؟ لكن في بقى 2 برودكتس هبتدي باوحش واحد. وهو الكونسيلر دوت من شيجلام، اسمه برايت ايز كولينج كونسيلر، اللي هو بيجي شكله كده. هو انا اعتقد ان هو ده الوحيد اللي عملوه بالتيوب ده. بصوا يا بنات، انا ده سمعت عليه كميه مدح من اليوتيوبرز المصريين والعرب. انا قلت لا ده خرافه، يعني احنا في العاده احنا بنعمل ريفيوهات حلوه، فقلت ده معناه ان ده تحفه بقى، اوكي؟ استخدمته الشهر ده، استخدمته حوالي 3 مرات، يعني بحيث ان انا بحاول انوع، اقول يمكن العيب فيا، يمكن العيب عيب يوزر. بس لا، هو وحش قوي، وحش قوي قوي. اول حاجه القوام بتاعه، بصوا عامل ازاي، تقيل جدا جدا جدا. دي اول حاجه مبدئيا، اوكي؟ فعامل زي ما يبقى دوكو. بصوا عامل ازاي، يعني انا وانا بعمل كده اهو، عامل زي ما يكون حتى مش كريم، عامل زي ما يكون مش عارفه اقول لكم ايه، حاجه شمعيه كده اهو، بعملها كده اهو، مفيش، بصوا ما بيدمجش، يعني انا عماله بدمج ما بيدمجش، اوكي؟ دي حاجه. الحاجه التانية سميك جدا على البشره، طبعا انا بحطه هنا اهوت، سميك جدا. الحاجه التالتة بيدخل في كل التجاعيد وبيدخل في كل الحتت، حتى لو طبعا انا بثبت دايما على طول الكونسيلر، لازم بثبته، مفيش فايده، بيدخل في كل الخطوط. بيفضل قاعد على سطح البشره. لا وحش، بصوا ما تجيبوهوش، يعني ارجوكم. وفروا فلوسكم، هاتوا حاجه من اسنس، هاتوا حاجه من كاتريس، عندهم كونسيلرز ممتازه ممتازه، بس بلاش ده بصراحه اي كلام على الاخر. هاجي بعد كده بقى على برودكتس. شوفوا انا مش عايزه اظلمه، بس هو معايا انا ما مشيش كويس. هو الفاونديشن دوت من ميك اب فور ايفر، اسمه مات فيلفت سكين. انا عندي منه العبوه الصغيره، الحمد لله انا جبت منه العبوه الصغيره عشان اجربها الاول واشوف اذا كان هيمشي معايا اللون ولا لا، وهيمشي معايا الفورمولا يعني ولا لا. بصوا، هو الفاونديشن دوت استخدمته مرتين. اول مره حطيت منه حاجه بسيطه قوي ووزعت منه على الوش، كان كويس، اوكي، وادى فعلا توحيد للون جميل. فانا مش بقول ان هو فاونديشن وحش، بس لو انت فوق ال40 قدامك حاجتين، يا اما تجيبيه تستخدمي منه نونو خالص، حته نونو خالص على كل الوش، فما تستنيش منه تغطيه فظيعه لان انت هتحطي حاجه بسيطه قوي. يا اما ان انت لو حطيتيه بقى بكميه فاونديشن العاديه اللي احنا بنحطها، وانا في العاده ما بحطش فاونديشن يعني كتير، ما بحطش كميه كتير، بس لو حطيتي باللي هو العادي زي ما بتحطي في اي فاونديشن تاني،
لقيته عمل ركز، نزل في خطوط هنا هوت، عمل لي خطوط هنا هوت. انا فاكره عملت شورت فيديو مخصوص عشان اقول لكم بصوا بصوا، قعدت اعمل فيها كده اهوت واقول لكم بصوا بصوا عينيا عامله ازاي من الفاونديشن دوت. فلو بقى انت تحت ال 35 او تحت ال 40 وبشرتك دهنيه، ده هيبقى ممتاز معاكي، يعني ده هيبقى احلى فاونديشن في الوجود بالنسبه لك. لكن لو انت بشرتك مختلطه، جافه، عاديه، وفوق ال 40 فوق ال 35، ده يعني في حاجات اسهل منه كتير قوي 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 في السوق هتبسطك اكتر في شكل بشرتك. ده كده كان فيديو النهارده من مفضلاتي. قولي لي ايه اكتر منتج انا اتكلمت عليه وانتي بتفكري تجيبيه او جربتيه وعجبك قبل كده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه، دوسي سبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل. وكمان اديني لايك عشان اعرف ان انتي المحتوى دوت بتحبيه.